هذا الإنسان يتوفى وجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما توصل لي قلبه إلا ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلبه سروره قد روى بحميم عما الأتى من ولا جل من شرب الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد ترقى موسى على مقام وتناهى في مجده وتعالى فعور العيون في مجتلته بشرا كاملا يسرع الضلالا وهو من فوق ما قدرات عدة من شهوره وكمالا سبحان الذي أخرج من عطرة الامتنان ما يعدل والمصري اللسان والحار حق المعاني الجنان من تجعله في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله إله الكريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فازت هذه البشارى وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يوجب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتنظر على أهل اليقين في سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده واشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في كونه وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا Ini kegiatan acara di Martapura. وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل مستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من فتنة تقرب الله بها على البشر وما أرسلها من نعمة انتشر أجرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوساخها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خدمة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يبشر بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويخرج بها بعناية الله في حسنه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سواد المجد بقربه وتضيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بمجد ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk live-nya kalau
dilihat dari sini ada tim dari Aswajanet. Jadi bukan pian nah hendak nonton ada di Aswajanet lah. Oke, nah timnya. Nah, untuk timnya Aswajanet ada. Acara memperingati 100 hari wafat beliau ada di judul. ونصر الزمان المطلق والحسن التام والزين فتلقى ذلك الجمال الميمون بالأصحاب الكريمة والبطون وما من صبر ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القرآن التام الذي يتنكر في بروجه ليتشرف به موتر استقراره وموتر خروجه وقد قدرت أقدار الأنسانية بما قضت وظهرت من سن هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مسكه بالأصناف الفاخرة والرحام الشريفة الطاهرة حتى برزت لعالم شهادة بشرا هذا البشر والنور النحر الخرج ومار قد علقت همة الراكب هذه الحروب بأن يرغب في هذا الجواب الصباح ولديه من عجل ذلك النور معروف وإن زادت العسر تكذيب شمع شمع Aswajanet الخواص المبين وتروي حق المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فما دعم القناة عن شؤون خير الأنام ولكن أنسى إلى تدبير ما حفظه من سير الشرف المخلوقين وما ضمه الله به بمولده من الأفضل الذي عم العالمين وبقية يجوز المنشورة على مر أيام الشهور والسنين داعٍ عند هذا الحوض الكريم ونعد تشهد إلى سمع أوصاف عظيمة لعل الله يقضي المتقدم والسانع لعل الله يقضي المتقدم والسانع ولعل الله يقضي المتقدم والسانع فيدخل في شفاعة هذا النبي شافع ولقوا حامله بذلك التعليم وتسليم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن بالقلب أن يخط ما خرقت به المنام مما استفاد العلوم وصفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي يحسن الشمائل وهناك الأنف ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخباره وآسعه يتشرف بكتابة الرقاء والقرطاس وتتنزه في هدايا الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور نور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومن تقرأ خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم tulisannya ada Aswaja di propertinya. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا ابن أمي أخبرني عن أول شيء خلق الله رب الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث وقد تعدت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا
وأما من السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البنية بكمال الخصوصية فاستغنى هذا النور المبين أصلابا وركنا شربته من العالمين. Cuma di propertinya tadi ada tulisannya Aswaja. وإبراهيم حتى أفضل العلم القديم إلى من حصل بتكريم أبيه الكريم عبد الله عبد المطلب بالقدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيد بالكريمة آمنة فطلقه صدعا لله خلقه إلى بطنها ودمتها الشهوات العظيم. Berarti mungkin dokumentasi aja kalau di sini kurang tahu pangulun lah atau channel lain. Nggih minta rela nah kada kawa menjawab akan soalnya kada tahu juga ulun jaka tahu ulun jawab akan. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله يا عظيم أنت
mulai, belum asyraqal lagi belum. Hanya tingkat sokadana. Ada ini nah, cuma ulun kurang tahu apa nama channelnya. Ada. Menyarat ya Allah ya اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقل عليك فيها الدرة المكنونة والجورة المنصورة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وبهجاج يقرب ويشرق السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز والملائكة القريش لا تغرب صيحها وعلة في جمال البشارة وما من محامل حملت في ذلك العام إلا تسبيحا هذا هنا من بركات وسعادة هذا الإمام لما زرعوا السماوات وتطبقت بقدر الفرح بغلام نجم في البدريات وبرزه بالخفاء على الظهور بعد تنكره بالبطون والظهور وأظهر الله بالوجود باجل التدريب وبصر بالعين الكبير باجل التشريف والتعظيم ببروز الله البشر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة على سيدنا محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرى وضع هذا الحبيب أعلى السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على الوجود النفي وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله والقرآن كشفت لنا هذا الرسول ليبصروا كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأوفاد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممنون فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة hendak batakon ulun cuma jauh nah di propertinya tadi tulisannya Aswaja cuma jerbuhannya di Al-Falah akan أشرق الكون فيها جاءت بوجود المصطفى أحمد وللآل الكون
سعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا سيدي مرحبا بك يا إلهي مرحبا دون ومن كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا سيدي مرحبا وهدينا يا سبيلي مرحبا يا نبي نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا سيدي مرحبا ربي من كان مرحبا فيك وخير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا سيدي مرحبا وصلاة الله تشاء مرحبا 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 أشرف المسلم محمد مرحبا مرحبا صلي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصل صلى الله عليه وسلم من محاسن الخلاق بما طريق الكتابة بطنها كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وله إلى مكار الأخلاق سبقا أسعدهم بالمؤمنين حلما ورفقا فرقا ما يقول ولا يفعلن معروفا أهل خلق صلى اللفظ المعطي على المعنى الجزيل إذا دعوا المسكين وأجابه إجابة معجلة ولم شفيق رحيم اليتيم والأرملة وله عن سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد عنها فرائز الأقوياء البرية ومن نشر به العشرة الطرق والمنازل وجعل به تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جمع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بشر خصوصية وما للقرب في البريات محمود إلا وهو متركا عن سيد الوجود أجمل بوصف الحكيم وإشاعته والمعلى في بيته ومكانه أوصاف عن صفة على مجلبا أخذت على نجم السماء علمانه وقد انبسط القلم في تجميل ما أخذ العلم وقائع للنبي الجليل وحكاية ما تمضى به هذا العدد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عجلة الأقلام في هذا المقام والسلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك ينشر الحكم كما ينشر القديم وعلى أفضل الصلاة والتسليم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أكرم الخلق ما ما
Ya Salih wasallam.
minta rela, kalau nya mati live berarti baterai ulun habis. Minta rela lawan buan pian berataan.
سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشكورا في ذكره محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الغالب وسيلة الموصولة اللهم يا من إليه توجه الأرض تعود غافرا وعلى باب الجنة حتى بها وتمشى من الوجود والقلوب غافرا فتوجه إليك يشرف الوسائل سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالته العالمين
أن تسلم على تلك الذات الكاملة مستودع بأمانة وحبل سرك وحمل ريك دعوتك الشاملة الأرض الأكبر المحبوب لك والقصص بالشرف والأخطار في كل موطن من مواتن كل مكهر قاسم ذلك في بلادك وساسقه شارك الأهل البلاد سيد الكونين وأشرف الثقلين العقل المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص اللهم صل وسلم على آله وأصحابه ولحضرة أقربهم من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاد هذا النبي الكريم فتوصل إليه بسبب مقامه العظيم أن تلاحظنا بركتنا وساتتنا بعين عنايتك وأن تنتظر في جميع أدوارنا وتقرباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وتبلغنا من شرف الغرب إليك إلى هذا حبيبي غاية آمالنا وتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الهادين وبطريق بالغين السالكين ولحقك وهدي من المهديين وليهدك من الهادين اللهم إن لنا أن في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنولا جميلة وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وتجعلنا ممن نظر هذا حبيبي ويهدر قوله وظاهرا وعظم البركة وشرف بجهة أولادنا ووالدينا وعلى كتبنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وجعل دينكم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسرورا واقسم لهم غربة المكروبين واقض إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين واقص شر المعتدين والظالمين واقصد العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأبطال وإذهم بتعيين من إذنك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب للحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب للحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب للحسين من جميع البلايا ومن هزمتنا الذنوب والخطايا وأهلنا بالعمل بطاعتك والسر في رحمتك قائمين وإن توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحمود في أشرف الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.